في الفيديو ده عندي مثلا صورتين او اكتر من صورتين فيهم مثلا لو بصيتوا على الصورة دي العيلة كلها كويسة وبتضحك وكله تمام، بس الام هنا عينيها نايمة، فعايزين ايه نعدل عليها، نعمل ايه؟ وعندنا صورة تانية نفس الشكل بس هنا الام ايه كويسة، بس البيبي هنا بيعيط وايه والطفل ده بصوا عامل ايه. فطبعا احنا عايزين بقى الصورة اللي كله بيضحك فيها وشكلها حلو، وفي نفس الوقت عايزين عين الام ايه تكون كويسة ومش مقفولة. تمام، فهنعمل الكلام ده ازاي على الفوتوشوب؟ تعالوا يلا بينا نبدأ. اول حاجة بنعملها ان احنا بنيجي عند قائمة فايل ونختار حاجة اسمها سكريبت، هنختار load files into stick، وبعد كده ندخل على البراوزر عشان طبعا هنجيب الصور ايه اللي انا لسه موريها لكم دي، الصورتين دول اهو، واقول له اوكي. تمام. فهو بيعمل ايه بقى؟ اما بقول له كده بيفتح لي الصورتين هنا علشان اقدر اعدل عليهم زي ما قلت لكم. فانا هجيب اللاير هنا كده. طيب الخطوه اللي جايه بقى نعمل ايه دلوقتي؟ لو بصيتوا على الصورتين عشان تعرفوا ان هما مش ابعادهم مش مظبوطه، تعالوا مثلا نقلل الاوباستي بتاعه الصوره اللي فوق، هتبصوا تلاقوا ايه، بصوا الاب هنا بعيد، يعني برضو مش جاي في نفس المكان، فالابعاد بتاعه الصوره دي يعتبر غير ابعاد الصوره دي. طب ايه حل بقى المشكله دي؟ والام نفس الكلام اللي احنا عايزين اصلا نعدل على وشها، بصوا وشها هنا اللي تحت هقلل بس اكتر. فتعالوا بقى نعمل الخطوه اللي جايه، هناخد الصوره اللي احنا عايزين نعدل عليها تبقى فوق، والصوره اللي هي ايه مش عايزينها تبقى تحت. يعني احنا دلوقتي واقفين صح، احنا عايزين فعلا الصوره اللي فيها الام عينيها نايمه بس كل العيله ايه كويسه وبتضحك وجميله، حتى الولد اللي كان مطلع لسانه ده هنا بيضحك وجميل. فنعمل ايه بقى في الصوره دي؟ هنبتدي نيجي كده، هنقف هنا كده وهنبتدي نعمل ايه، يا اما نقف على الموف تول ونختار، طبعا لازم نعلم على الصورتين عشان احنا عايزين الصورتين دول يتعمل لهم ايه الاين، حاجه اسمها الاين. فانا بعلم على الصورتين بالكنترول، وبعد كده في هنا الالاين اللي انا عايزاها، لو جيت وقفتوا عند الموف تول هتلاقوها هنا اوتو الاين لايرز، هي دي اللي احنا عايزينها. يا اما هتدوسوا عليها من هنا على طول وتريحوا دماغكم، يا اما هتدخلوا من قائمه اديت، لازم تبقوا عارفين هي بتيجي منين ومنين علشان تجيبوها ايه بسهوله، يا اما من قائمه اديت زي ما قلنا وهتلاقوها هنا ايه اوتو الاين لايرز. تمام، هتضغطوا عليها هيجيلكوا بقى القائمه دي هو بيقولك انتوا عايزين تعملوها بأني شكل. فطبعا احنا يفضل ان احنا نسيبه هو اللي يختار، وهنا لو لقيتوا دي عليها علامه صح لا شيلوا العلامه صح. ده ليه؟ عشان احنا عايزينه هو اللي يعدل على الصوره زي ما هو شايف، يعني يعملها اوتوماتيك بالطريقه اللي هو شايفها. فهقول له اوكي. فاول ما قلت له اوكي هو بقى عمل ايه؟ خدتوا بالكم الصوره اللي تحت اهي، بصوا تحسوا ان هي عمل فيها ايه زي ما تكون قصها او غير ابعادها. فهمتوا الفكره؟ فلو وقفنا على الصوره اللي فوق دلوقتي وعملنا الاوباستي، انا بقلل الاوباستي اهو عشان نشوف بس الفرق اللي حصل. بصوا مش كان الاب دوت كان بعيد، راسه بعيده، بصوا يعني ما شاء الله قربها بطريقه مش طبيعيه، يعني مفيش احلى من كده. الام طب اللي احنا عايزين اصلا نعدل على وشها برضو حلو جدا قوي كده. فاحنا نعمل ايه بقى دلوقتي؟ كل اللي احنا هنعمله هنيجي هنا نعمل ماسك، نقف على الماسك ده وهنجيب البراش. تمام، وعندنا هنا الابيض بيظهر والاسود بيخفي. فانا عايزه اخفي وش الام ده علشان العين اللي هي النايمه دي تتشال. فانا هزود بقى الاوباستي عشان تشوفوا انا بعمل ايه دلوقتي. وهاجي كده عند وش الام وابتدي، طبعا انا واقفه وعايزه ايه اخفي، يبقى ايه اعكس اللونين دول بالاكس او من هنا، وابتدي بقى اعمل له كده. بصوا يعني كاني مسحت له وش الام الاولاني وبظهر له الوش التاني اللي في الايه اللي في الصوره التانيه اللي عجباني. وابتدي اصغر البرش شويه عشان عايزه اعدل بس ايه الحته دي عشان ما تبانش ان هي ايه مش طبيعيه. فهمتوا الفكره؟ طبعا حاولوا ايه ما تبعدوش قوي بالسلكشن انتوا بتعملوه ده عشان الصوره تبان طبيعيه. وهنا الحته دي برضو عندي شعرها، لو عملنا قبل وبعد بصوا، تعالوا نعمل كده. بصوا الصوره الاولانيه، بصوا الفرق مش كبير خالص، انا كاني يا دوبك ايه جبت شعرها لتحت شويه، لكن بصوا وشها
زي ما هو. بصوا الباقي هما كده كده انا ما لعبتش في الباقيين، فايه هتلاقيها ايه زي ما هما، والصوره شكلها بقى حلو جدا. وطبعا الاوباستي اهم حاجه خلوها 100% تاني، يعني ما تعملوهاش فهمتوا الفكره؟ فبصوا اهي اقرب اكتر، هناخد برضو مثال تاني بنفس الفكره، وكده احنا عدلنا الام وبقى كل العيله ايه مبسوطين اهو. فهمتوا؟ فتعالوا نقفل دي خالص، هنقول له نو. تمام. لو عايزين تسيبوها طبعا على كده تسيبوها. تعالوا بقى نشوف الصوره التانية هنعمل ايه عشان نفتحها. قلنا فايل، احنا الفايل عشان احنا لما بنيجي نفتح اي صور بتبقى من فايل، بس احنا المره دي بنفتحها بطريقه تانية اللي هي السكريبت، وبعدين لود ايه فايل انتو ستوك. يعني انا عايزه افتح اكتر من صوره في نفس الايه في نفس المكان. فانا بقول له براوزر، بختار بقى الصور بتاعتي، وانا عايزه مثلا ال3 صور دول، واقول له اوكي. اوكي دلوقتي بقى انا عندي ال3 صور دول هما بس بيظهروا اهو. ايه بقى مشكلتهم؟ احنا عايزين مثلا الحاجه دي اتصورت باكتر من طريقه. تعالوا نشوف. مره وقفت هنا، مره وقفت هنا، المره الثالثه وقفت قعدت ايه هنا. طيب هي حابه بقى ان احنا ايه نقوم حاطين الصوره ال3 صور دول في صوره واحده. يعني ايه؟ يعني عايزينها مره تظهر هنا ومره تظهر هنا ومره تظهر هنا. كانوا بيعملوها لنا زمان في اسكندريه لو تفتكروا اما كنا بنتصور. طب فهنعمل الكلام ده ازاي؟ هختار اكتر صوره انا شايفاها ايه الاول. قبل ما اختار اكتر صوره انا شايفاها مناسبه اللي هحطها تحت، انا ممكن اعمل ايه زي ما قلنا، نعلم على ال3 صور بالشيفت اهو، وقفت تحت وايه ودوست على الشيفت، وهقول له الاين من ايه من موف طول على طول، بدل ما لسه اقعد اجيبها من ايه من اديت. فتعالوا نقول الاين، وطبعا هقول له اوكي. اهم حاجه تكونوا شايلين التشيك دوت، تقولوا اوكي. وبصوا على الاوباستي بتاعتها. بصوا مثلا تعالوا نشيل دي ونعمل نقف على دي ونشوف الاوباستي بتاعتها عامله ازاي. مفيش احلى من كده، جايبينها مظبوطه بالملي يعني. وهنا برضو نفس الكلام، الصوره دي لو ظهرتوا اللي فوق وخفيتوا اللي تحت، وتعالوا نشوف الاوباستي برضو هتلاقوها برضو ايه بصوا مظبوطه جدا. يعني ابعاد الصوره مفيش احلى من كده. فتعالوا بقى ايه نبتدي نشتغل على كده. انا رايي ان الصوره اللي هي تحت اللي هي قاعده فيها، الصوره اللي هي قاعده فيها دي هنخليها زي ما هي، ونبتدي نشتغل على الاتنين اللي فوقيها، بحيث ان الصوره دي كانها هي هتبقى موجوده، وهنظهر الحاجه دي هنا وهنظهرها هنا. طيب هنعمل ده ازاي؟ كل اللي هنعمله دلوقتي ان انا هقف، انا خفيت اللاير ده خالص، وهقف فين على اللاير اللي انا عايزه اظهر الحاجه اللي في الشمال دي. فهقف عليه وهعمل له ايه الاوباستي علشان ابقى شايفه اللي قاعده دي، عشان ما بوظش الدنيا. واعمل له طبعا ماسك. تمام. ويفضل لما اجيب قائمه بروبرتس من هنا من ويندو، واختار بروبرتس، علشان انا عايزه اللي هو الماسك بتاعي اللي انا عاملاه ده عايزاه يظهر لي هنا. فانا عايزه الماسك ده، واقف هنا واعمل له فيل باللون الاسود، عشان بقول له اخفي لي كل الصوره، وقلت ايه باك سبيس. فاللي حصل بصوا لو رجعت عادي هو اسود اصلا ماشي، بس ايه بقى الماضي عشان انا قللت هنا ايه اللي شبه الاوباست دي. تمام. ليه؟ علشان تسهل عليا الشغل، وبعد كده برجعها زي ما كانت. فخلينا نقف بالبراش ونعمل ايه ناخد اللون الابيض، يبقى نعكس بالكيبورد عشان انا عايزه اظهر، يبقى ناخد اللون الابيض وهظهر ايه اظهر الصوره دي. فهكبر البراش شويه عشان تسهل عليا. طبعا ممكن تعلوا الاوباستي عشان تشوفوا بتاعت الصوره، بس انا شايفه كده. وبعد ما اخلص طبعا هوريكم اللي انا عملته لما اعلي الاوباستي هتبان. طبعا احنا بنشتغل واحنا مطمنين لان الصور ايه مظبوطه تحت بعضها بالالاين، فانا ايه مش هيبان ان انا عملت حاجه غلط يعني. بس برضه حاولوا متطلعوش قوي على هنا بقى الحته دي هي المفروض واقفه فين. المفروض بصوا لو بصيتوا كده هتلاقوها واقفه وراها، فانا المفروض اخلي بالي في الحته دي عشان ما ايه ما اخفيش الصوره الحقيقيه اللي هي قاعده على ديت الست اللي هنا في النص. فمش عايزه اخفيها، فانا اخلي بالي اظهر اللي ينفع اظهره منها من رجليها، واللي ما ينفعش اظهره كانها واقفه وراها فرجليها مستخبيه وراها. فهمتوا الفكره؟ طيب عايزه اشوف انا عملت ايه دلوقتي. اعلي الاوباستي بتاعتي شويه، اعلي الاوباستي اهي. بصوا لما عليت الاوباستي زي ما انتم شايفين كده ايه حصل خطأ. نرجع كنترول زد عشان انا سبت البراش، وتعالوا نقف بالبراش تاني. وحصل هنا ايه الحته دي مش باينه قوي، فنرجع نعملها تاني.
نظهرها. انا طبعا واقفه على الماسك خلي بالكم. طيب عايزه بقى ايه اظهر برضو اللي هي واقفه هنا على الايه على اليمين. اعمل كده ازاي؟ هبتدي بقى ايه اجيب الصوره دي هخفيها برضو واجيبها فوق واخلي التانية ايه هي اللي تحت واظهرها وابتدي اقلل الاوباستي بتاعتها برضو ماشي عشان تبين لي اللي تحتها. انا بقلل الاوباستي عشان اللي تحت دي تبان اللي هي فيها اللي هي ست قاعده، فانا بقلل الاوباستي عشان كده. وبعمل الماسك وباجي بالبروبرتس. المفروض ان قائمه بروبرتس موجوده هنا، لو انا مش شايفاها هجيبها منين؟ هجيبها من ويندوز، اقول له ظهرها لي عشان مش شايفاها. تمام. طيب دلوقتي انا واقفه على الماسك. نعمل الاول قبل ما نعمل الخطوه بتاعه الاوباستي نعمل له فيل بالايه بالاسود ماشي. كنترول ايه باك سبيس ونبتدي نقلل الاوباستي شويه. في حاجه انا نسيت دلوقتي ان انا ارجع الاوباستي بتاعه ايه بتاعه الجزء ده، فمعلش نجيب البروبرتس ونرجع الاوباستي بتاعتنا. هتاكد ان انا واقفه على الماسك الصحيح وارجع له الاوباستي بتاعته 100% عشان يرجع بقى اسود زي ما كان. التاني بقى خليه الماضي دلوقتي عشان احنا هنشتغل عليه دلوقتي. انا ماسكه البراش وابتدي بقى اظهر ايه اظهر معايا الحاجه. انا بقول عليها حاجه بجد لانها كبيره في السن يعني. طيب ماشي. انتوا بقى هتعملوها بايه بكل اريحيه وبهدوء كده عشان ايه تركزوا فيها. وانا عملتها اهي خلاص. هظهر بقى ايه اظهر التلاتة واعلي الاوباستي بتاعت دي بقى عشان ايه عامله كده عشان المفروض ارجع الاوباستي بتاع الماسك. فتعالوا نجيب ويندو بروبرتس واقول له 100%. فهمتوا الفكره؟ فما تنسوش الحته دي مهمه. كده بقت الصوره التلاتة بقوا ايه في صوره واحده. قدرت ان انا اعمل صوره واحده واقدر كمان اسيفها. اقول لها سيف واقول لها ايه او سيف از او سيف اي حاجه واقول له سيف لي الصوره دي مثلا على الديسكتوب عشان بس اوريها لكم. انا لما حطيتها على الديسكتوب انا نسيت ممكن وحطيتها على انها ملف فوتوشوب، فانا عايزه اعملها بي ان جي فهعملها لكم بي ان جي اهي. فايل سيف از احسن واقول له ايه عايزاها بي ان جي مش عايزاها ايه فوتوشوب. تمام. واقول له سيف برضو ديسكتوب واقول له سيف. هتلاقوا الصوره بقى نقول له اوكي. هتلاقوا الصوره نزلت على الديسكتوب اهي. نفتحها اهي صوره زي الفل ومفيهاش اي مشاكل. طبعا لو في اي مشاكل ارجعوا عدلوا تاني بما ان لسه عندكم الملف بتاع الايه الفوتوشوب. فانتوا لو في حاجه مهمه زي كده طبعا ايه يفضل ان انتوا تسيبوها يعني. فانا مثلا ديت فعلا فيها حته هنا مش ظاهره اقف على البراش واظهر الايه الجزئيه اللي مش ظاهره هنا عند رجلها. فهمتوا الفكره؟